ده مغني الراب السابق مطاع بيل، كان من ملوك الراب في امريكا وكان ملقب بنابليون الراب. في فترة التسعينات تم قتل والديه من قبل جماعة متطرفة، فبدأ يكره المسلمين وبدأ يخرج كل همومه وحزنه في كتابة الشعر. واحدة واحدة بدأ يهتم بأغاني الراب وبقى من أشهر المغنيين. بعد كده وصلت حجم ثروته ل 22 مليون دولار، وأي ألبوم كان بيبيع منه أكثر من 40 مليون نسخة، منازل ضخمة وسيارات وملابس غالية وسفر حول العالم. كانت كل حياته خمرة ونساء وموسيقى، لكنه ما كانش حاسس بالسعادة الكاملة. وفي يوم وجد شاب مسلم في الاستديو واتعرف عليه. الشاب المسلم ده بقى عزمه تاني يوم في المسجد. مطاع دخل المسجد وقت الصلاة ولاحظ السعادة على وجوه المصلين. قال بس هي دي السعادة بقى اللي انا ببحث عنها بقالي فترة. مطاع بعد ما دخل المسجد صديقه قال له ايه رأيك تتوضأ وتصلي معانا؟ مطاع قال له بس انا ما بعرفش اصلي. فصديقه المسلم قال له اعمل زينا وخلاص، واول ما تضع رأسك على الارض وتسجد بمعنى اصح اطلب من ربك حاجة انت نفسك فيها. المهم مطاع صلى معاهم وطلب من ربنا السعادة، لان دي الحاجة الوحيدة اللي كانت ناقصاه. الراجل حرفيا بيملك كل حاجة. مطاع روح فرحان ومبسوط جدا، وتاني يوم بدل ما يروح البار ذهب للمسجد من غير ما يحس، وهناك اتعرف عن الاسلام اكتر واتعلم الصلاة. وبعد كده اعلن اسلامه بعد ما اكتشف السعادة اخيرا، فاعتزل الغناء واتبرع بكل ثروته للفقراء، وهاجر للسعودية واتزوج فتاة من اليمن وانجب منها 4 اطفال، وافتتح محل البيع القهوة في مكة، والمحل ده اسمه بني ادم.